تعالوا نشوف مميزات وعيوب مكنسة التورنيدو. مكنسة التورنيدو من المكانس الناس كتير بتعتمد عليها في البيوت المصرية، لأنها طبعا بسيطة وقوية وكمان رخيصة مقارنة بالماركات التانية. طبعا الموديلات اللي بتبقى من 1600 واط و1800 واط ديت بتبقى حلوة جدا في التنظيف، يعني بتنظف الأرض بتاعتك من أول مرة حتى لو كان في شعر في الأرض. كمان أغلب الموديلات بتيجي كمان بفلتر مضاد للبكتيريا، وده بيخلي الهواء خارج منها طبعا نظيف ومناسب للناس اللي عندها الحساسية. كمان الكيس بتاعها أو الحاوية بتاعتها بتبقى كبيرة، ده بيخلينا إن احنا نقدر ننظف البيت بتاعنا كله، وبعد كده ان احنا نقدر ننضفها بعد كده. بيجي كمان معاه ملحقات اللي هي اللي بتخلينا نساعد ان احنا نوصل الاماكن الضيقه، وكمان ننظف الستاير بيها او الاركان الصغيره، ودي بتبقى حلوه جدا. لكن زي اي مكنسه بيبقى فيها عيوب. طبعا عيوبها اولا ان هي بتستهلك كهرباء عاليه شويه لان قوه الموتور بتاعها، وكمان في بعض الموديلات بتبقى صوتها عالي شويه. وكمان السلك بتاعها بيبقى جاي قصير قوي، ده بيخليك انت تحتاج ان انت تعملي لها مشترك او فيشه تانية اضافيه، وده بيحتاج كمان الفلتر بتاعها كمان بيحتاج